في آخر 3 سنين لاحظنا ضغط البنوك المصرية ومن ضمنهم البنك الأهلي وبنك مصر على الشهادات الادخارية والفوائد الفظيعة اللي احنا كنا بنشوفها في الشهادات. وفي شهادات من دي كانت بتوصل ل 25% و28% في بنوك تانية زي البنك الصناعي. وده اقتصاد ألف ب يعتبر قنبلة موقوتة لسد خانة التضخم، ولكن ده برضه بيأثر بحد ذاته على اسعار السنه الجايه او السيوله الموجوده في السنه اللي بعدها. فخلينا نعرف النهارده الاضرار الشخصيه والاضرار الاقتصاديه والدينيه اللي بتاثر عليها الشهادات في حياتنا. هات حاجه كلها او حاجه اشربها ويلا بينا. انا مصطفى ودي سوري. يلا بينا يلا بينا. يلا يا ودع، عايز اصور بتطور. يلا خلاص، يلا بينا. ده سكر، يلا سكر، يلا سكر. سلام يا حبيبي. اول حاجه تعالوا نعرف يعني ايه شهاده او شهاده ايداع. الشهادات او الودائع هي ببساطه عباره عن ادوات استثماريه البنوك بتستخدمها عشان تجمع سيوله بيها من الناس، وبتقدمها البنوك التجاريه زي البنك الاهلي والبنك مصر وبنك سي بي او بنك كيون بي، اي بنك تجاري انت بتشوفه. بس الفرق البسيط بين الشهادات والودائع هو المده والفايده. الشهاده بتبقى اطول لكن بتديك فوائد اعلى، والودائع بتبقى اقصر لكن بتديك فوائد اقل. يعني تلاقي الوديعه سنه او 6 شهور وتلاقي الشهاده قصادها 3 سنين. والبنك بيعمل كده ان هو بيحط لك فايده اعلى على الشهادات لانه بيبقى ضامن ان انت هتسيب فلوسك مده اطول. حتى لو رحت كسرتها بتكسرها بعد 6 شهور، بياخد قصادها حاجه زي فيز او حاجه زي مصاريف ان انت كسرت الشهاده. طب الشهاده او الوديعه بتحدد فلوسها ازاي او بتحدد الفايده بتاعتها من ناحيه ايه؟ كل الشهادات والودائع في كل البنوك في مصر بفوائدها بسلطاتها ببابا غنوكها بتتحدد على اساس البنش مارك اللي البنك المركزي محدده. يعني كل حاجه في السياسه النقديه بتبقى محدده وتحت سيطره البنك المركزي المصري. هو اللي بيحدد سعر الصرف، هو اللي بيحدد الفايده، وهو اللي بيحدد الفايده تنزل ولا تطلع في الاجتماع اللي احنا بنسمع دايما عنه انه اجتماع النهارده البنك المركزي. ويا ترى البنك المركزي بعد الاجتماع النهارده هيحصل ايه؟ وطبعا البنك المركزي بيحدد فرق ما بين فايده الايداع وفايده الاقتراض. بيبقى الفرق ما بينهم تقريبا 1 او 1.5%. فايده الايداع من اسمها احنا عارفين ان انت بتودع فلوس للبنك عن طريق شهادات او ودائع، قصاد فايده الاقتراض وهي ان انت بتستلف فلوس من البنك، فلازم يحط فرق 1.5%. فلو على مثال لو فايده مثلا الايداع 19%، هتلاقي فايده الاقتراض 21% او 20% او 20.5 حاجه كده في النص. بيبقى هو البنك عاملها كبنش مارك ليه ان هو يعمل فرق ما بين الايداع والاقتراض. وفي بنوك خاصه زي بنك الاهلي وبنك مصر ممكن يعملوا شهادات لغايه 30%، وسط ان الشهادات اصلا كلها بتبقى 22% 23%. يقول لك دي يلا يلا تنافسيه تعال. ففي وقتنا الحالي وعلى اخر قرار للبنك المركزي فالفايده هي 27 وربع، والفايده دي بتتحدد على اساسها السندات الحكوميه اللي بتتعمل منها الشهادات والشهادات والودائع واي حاجه ادخاريه او اداه ادخاريه موجوده في البنوك التجاريه. طب يا ترى لازمه الشهادات ايه؟ استخداماتها كتير. يعني مثلا ممكن تشوف حد ان هو مثلا بيحط فلوس عشان يروح يفتح. استخداماتها كتير، ومنها استخدامها الاساسي اللي الناس او البنوك بتخيل الناس بيها، وهي ان انت بتدخر فلوسك لمده سنه وبتحفظ قيمتها. واحنا طبعا عارفين كل الكلام ده في القضايس يعني، بس خلينا نكمل. يعني البنك يجي يقول لك هتحط 100,000 عندنا فايده 25%، يعني انت هتعمل في السنه 25,000 جنيه. حاجه نار، حاجه دمار. فانت تيجي تحسبها مع نفسك لو انت دماغك تعبانه، تقول لك والله ده انا كده بجيب حوالي 2000 جنيه في الشهر، فكده قشطه بيس يعني طول السنه يعني 12 شهر يعني 26,000 جنيه. طب والله او 24,000 جنيه. طب والله ده كده مسطوره والحمد لله ومش عارف ايه، وديني بيجي لي من 100,000 جنيه 2000 جنيه في الشهر. وفي بقى اللي بيستخدمها كضامن عشان يطلع فيزة مشتريات، وكنت اتكلمت في فيديو كامل عن الموضوع ده. بصراحه مش فيديو، هو فيديوهين كنت اتكلمت فيهم بشكل كامل عن شهادات البنوك وعلاقتها بالضامن، يعني كضامن لفيزة المشتريات او الكريدت كارد. وبما ان طبعا الحل الوحيد ان انت تشتري بالدولار بره مصر ما عادش في الديبت، فانت مضطر لو انت مثلا شغال او بتشتري حاجه من بره فانت مضطر ان انت تفتح كريدت. وفي ناس والعياذ بالله، وفي ناس بقى والعياذ بالله بتاخد على الشهادات دي قروض، يعني بتاخد القرض ضامن للشهاده اللي موجوده عندك في البنك، وكل الفوائد دي للعميل. طب يعني فوائد البنك ايه او فايده الدوله ايه ان هي تعمل شهادات زي دي؟ هنعتبر ان في مصر في عملتين بس، الدولار والجنيه. والجنيه ده هو اللي بيأسس العمله المحليه او هو اللي بيشكل العمله المحليه، والدولار هو اللي بيأسس او بيشكل العمله الاجنبيه. فنيجي هنا النقطه اسمها المعروض امام المطلوب، وده يعني بلاش نخش في الاقتصاد او الفيديو ده، لكن خلينا نتكلم ببساطه. التعويم معناها ان انت بتسيب العمله امام العرض قدام الطلب، ودي اللي هي المعروض امام المطلوب لما بيكون بشكل محلي او بشكل عالمي قدام عمله امام عمله تانية. يعني انت مثلا زي ما بيحصل عندنا هنا في مصر الجنيه المصري امام الدولار، الناس عايزه الدولار اكتر فالدولار قيمته تعلى قصاد الجنيه. الدولار في بلده الدولار زي ما هو، لكن هو هنا في مصر عمال يزيد بسبب ان المعروض بتاع الجنيه كتير والمطلوب بتاعه قليل قصاد الدولار. المعروض بتاعه قليل والمطلوب بتاعه كتير. طيب الدوله عشان تحل بقى المشكله دي، او الدوله اللي عندها مثلا سياسات تعبانه او مريضه، يقول لك ايه؟ يقول لك اعمل شهادات. طب ليه؟ ما انت لو رجعت كلامي او شفت كلام اللي ورا اللي انا كنت بقول فيها معروض امام المطلوب، انت سيوله كبيره مثلا على افتراض ان في 1 تريليون دولار قصاد مثلا 10 تريليون جنيه مصري في السوق، او بلاش نقول 1 تريليون، خلينا نقول 10 جنيه قصاد دولار. فعشان اخلي المعروض
من الجنيه اقل والمطلوب منه كتير، اضطر اعمل شهاده، فالناس تروح تحجز فلوسها. فالحجز ده بيبقوا مسمينه، لو احنا شفناه قبل كده، حاجه اسمها ان انت بتسحب سيوله من السوق. بتسحب سيوله من السوق تحجزها في شهاده لمده سنه، لمده سنتين، لمده 3، لكن انت مضطر السنه اللي بعدها تطبع فلوس اكتر عشان تدي للناس دي فوائدها. فمثلا لما حصل ازمه الدولار على الاقتصاد المصري مثلا من سنه او 2 او لغايه النهارده، لما حصل ازمه في الدولار والناس كانت عايزه دولار وكانت دخلت تبدا تروح سوق سودا، فاضطروا ان هم يعملوا تعويم عشان يعلوا سعر الدولار عشان الناس تروح تبيعه في البنك. وقصادها الناحيه الثانيه عملوا شهاده مثلا ب 30%، ب 25%، ب 28%، وخد فلوسك وقتي، زي مثلا بتاعه البنك الصناعي اللي كان عملها قال لك خد 28% او 30% من الفلوس مقدم وسيب لنا الفلوس 30 او 3 سنين. فعشان كده البنك اضطر ان هو يعلي الفايده عشان يسحب سيوله من السوق، ويخلي مثلا بدل ما في 10 جنيه قصاد دولار يبقى على الاقل في 5 جنيه قصاد دولار، والناس اللي كان معاها دولارات راحت باعتها، فبقى في مثلا في السوق 3 دولار قصاد 5 جنيه. يعني المثال بسيط، لكن لو عايزين اشرحه تاني ممكن اشرحه تاني في فيديو تاني لوحده عشان يبقى الموضوع بقى مطول وعلى اقل من مهلنا بقى، فاهم؟ بالممل فانت لما تقلل المعروض من السيوله قصاد المطلوب كده معناه ان انت بالشهادات دي انت عليت الطلب على الجنيه وفي نفس الوقت قللت سيولته. لكن زي ما قلت قبل كده انت مضطر السنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها ان انت تدفع او تطبع فلوس جديده ان انت تسدد للناس دي فوائدها. وبيبقى حل زي ما قلت يعني ايه، حل مؤقت مصحوب بقرارات تانية، سياسات نقديه تانية. يقول لك مثلا استخدم الدولار ده ان احنا نطلع مشاريع جديده، نشغل عماله اكتر، نقلل نسبه البطاله، نخلي مثلا اللوكال براندز او الحاجات اللي لسه صغيره تكبر وتصدر لبره عشان تجيب لنا دولار، ونسهل عليهم الوضعيه شويه مثلا في الجمارك، نسهل عليهم الوضعيه في تاسيس الشركات، في اختيار مثلا الارض للمصنع، في تمويلهم تمويل بسيط كده. انما ان انت تعمل شهاده بس وما تعملش اي سياسات نقديه تانية غير ان انت ترفع الفايده وتعلي سعر الدولار، انت كده بتعمل قنبله موقوته. وكنت قلتها في اول فيديو، قنبله موقوته للسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها. كنا لاحظنا من سنه كده بالظبط او من يناير اللي فات ان شهادات البنك الاهلي المصري اللي كانت 556 مليار جنيه مصري طلعت بفوائدها 625 مليار جنيه مصري عشان يتسدد. فكده في فرق حوالي 200 مليار سبب ان الدولار عالي وسبب ان الذهب عالي، فكل ده اثر علينا. فاحنا كده عملنا زي مسكن، المسكن ده نضطر بقى ندي مسكن تاني، هنضطر بقى ندي مسكن تالت، وهنبقى زي الموزمبيق لو ما ظبطناش حالنا واتظبطنا. طيب ندخل بقى بصلب الموضوع. هي ليه الشهادات يعتبر اسوأ قرار ممكن تاخده في حياتك؟ بصراحه لو انت مش هتعمل شهاده عشان تروح تفتح كريدت وهتفتحها مثلا بمبلغ صغير زي 50,000 جنيه ولا 40,000 جنيه عشان تاخد الكريدت دي تشغلها، فانت كده يعني يعتبر بتحرق فلوسك. واحسن قرار ان انت تحرق فلوسك ان انت تروح تحط فلوسك في شهاده لاسباب كتير هنتكلم عنها قدام برضه، وهديكم مثال فظيع دلوقتي. فخلينا ناخد الحسبه البسيطه دي. فخلينا ناخد المثال. استنى هو انت ما رحتش تجيب حاجه اشربها؟ تمام، روح هات كوبايه شاي معلقه سكر خفيفه وتعالى. ايوه كده اشرب. فخلينا ناخد مثال بسيط. في 2023 لو انت كان معاك 400,000 جنيه فقررت ان انت تقسم 400,000 جنيه دول على 4 حاجات. اول 100,000 جنيه ان انت تروح تشتري بيها دولار، وتاني 100,000 جنيه ان انت تروح تشتري بيها ذهب، وتالت 100,000 جنيه ان انت كنت تروح تشتري سهم في البورصه، على افتراض المره دي هنتكلم عن سهم طلعت مصطفى. واخر 100,000 جنيه انت قررت ان انت تحطهم شهاده في البنك ما تعملش اي حاجه. ففي اول 100,000 جنيه الدولار كان ب 30.95، فبحسبه بسيطه انت كنت هتشتري 3230 دولار. وبتاني 100,000 جنيه انت كنت رحت اشتريت سبايك ذهب 24، سعر العيار الواحد او سعر الجرام الواحد كان 2639 جنيه. يعني انت اشتريت بال 100,000 جنيه التانيين دول 38 جرام ذهب. وبتالت 100,000 جنيه رحت اشتريت اسهم في شركه طلعت مصطفى، السهم كان ب 9 جنيه، يعني انت اشتريت اكتر من 11,000 سهم. واخر 100,000 جنيه انت حطيتها في شهاده بنسبه 20%. الكلام ده كان في مارس 2023 والارقام دي بالظبط. تعالى ننط لمارس 2024 ونشوف الأربعة 100,000 جنيه اللي هو 100,000 جنيه وال100,000 جنيه وال100,000 جنيه وال100,000 جنيه عملوا كام؟ كل 100,000 جنيه عملت منهم كام؟ وقت ما الدولار كان ب47 جنيه ونص والذهب بقى ب4,330 والفايدة زادت ل27 وربع، لكن انت فضلت على ال20% بتاعت السنة اللي فاتت لأنك ما قدرتش تكسر ودخلت في 27 وربع. وسهم طلعت مصطفى بدل كان ب9 جنيه بقى ب55 جنيه و30 قرش. وصندوق EGX وقت 2023 كان 17,000 نقطة، في 2024 بقى 30,000 نقطة. فال100,000 جنيه اللي انت حطيتهم في الذهب عملوا لك 164,000 جنيه ودي زيادة 64%. وتاني 100,000 جنيه اللي انت اشتريت بيهم دولارات عملوا لك 153,000 جنيه، يعني 53% ربح. وأسهم طلعت مصطفى اللي انت اشتريتها ب9 جنيه وبعتها ب55 جنيه اللي هم ال11
11,100,000 سهم اللي انت كنت اشتريتهم ب 9 جنيه، ركز معايا كده، انت بتشرب شاي بس يعني ركز معايا، اللي انت اشتريتهم ب 100,000 جنيه، ب 100,000 جنيه انا المفروض اركز، اللي انت اشتريتهم ب 9 جنيه يعني انت اشتريت 11,100 سهم، اشتريتهم انت ب 9 جنيه وبعتهم ب 55 جنيه و30 قرش، عملوا لك اكتر من 600,000 جنيه، عملوا لك بالظبط 614,000 جنيه. يعني انت في طلعت مصطفى بس عامل ربح 600%، في حين بقى ان الشهاده البتول بتاعتك عملت 20%، عملت لك 20,000 جنيه في السنه كلها، وطبعا انت ما مسكتهمش في ايدك لانك كل شهر كان بيجي لك 1800 جنيه 1850 جنيه كنت بتصرفهم، فانت ما عرفتش حتى تتهنى بالربح ده. وهنا نشوف ان الشهادات جت علينا بخساره فظيعه. يعني انت حتى لو كنت اشتغلت باكتر حاجه بيزك اللي هي ان انت تروح تشتري دولار او ان انت تروح تشتري ذهب من اي سبب، ان انت كنت على الاقل هتعمل 64% ربح، انت ضحيت بيه عشان تحطهم في شهاده ام 20%. فعشان ازلك تاني واقول لك ان ال 100,000 جنيه بتوع الشهاده دول خسروك 40,000 جنيه في الذهب كنت المفروض تكسبهم زياده فوق ال 20,000 جنيه، 30,000 جنيه زياده بالسعر الرسمي. لو انت كنت بعت الدولار بالسعر الرسمي بالمناسبه كنت هتعمل 30,000 جنيه زياده لو انت كنت اشتريت دولار، واكتر من نص مليون جنيه كنت هتكسبهم لو انت كنت حطيت فلوسك في سهم طلعت مصطفى. شوف بقى كم الجبار من الارباح اللي ضاع عليك ده بسبب ان انت ريحت دماغك وقلت ان انت هتروح تحط فلوسك في شهاده وخلاص من غير ما تاخد الريسك، واحنا عارفين واخدين الوضع بتاع نو ريسك نو ريسك. وفوق كل ده حتى ال 20% بتوعك دول انت كسبتهم ربا وحرام من الشهادات، وده قولا واحدا ما فيش حد يجمل في الموضوع ده، لان الشهادات عباره عن ربا صريح. والسندات الحكوميه، السندات الحكوميه هي كمان ربا صريح، يعني انت بوظتها من كل الجهات ما سبتش اي جهه صح. اضعف الايمان بالمناسبه لو انت كنت شغلت دماغك بس وقللت الريسك شويه او علته شويه فوق الشهادات وحطيت ال 100,000 جنيه دول في صندوق مطابق للشريعه الاسلاميه للاسهم اللي هو EGX 33 كنت هتعمل بالظبط 102%. يعني ال 100,000 جنيه دول كانوا هيعملوا لك 202,000 جنيه. رجوعا لموضوع حرام ولا حلال، فوائد البنك حرام، بدون مجاملات حرام، بدون اي حاجه حرام. انا حتى الكريدت اللي انا فاتحها، الفلوس اللي بتجيلي كل شهر من الكريدت انا بتصدق بيها ومش باخد منها ولا جنيه، لان ده بيبقى ربا صريح، والربا هو حرب مع الله ورسوله. فهنا لو شفنا ان بدايلها كتير بس انت كنت بس تشد قلبك بس وتجمد قلبك شويه وتاخد الريسك، بس انت اضطريت ان انت ما تاخدش ريسك زي ما قلت وتريح دماغك. فيديو النهارده هو بس تشجيع ان انت تشغل دماغك شويه وتاخد ريسك شويه، ان انت بس ايه تشوف بس الادوات الاستثماريه التانية غير ان انت هتحطها في البنك، غير لو طبعا الموضوع ده بالمطابق زي ما قلت ان انت مطابق ليك ان انت تروح تفتحها عشان تروح تفتح كريدت عشان شغلك او عشان انت مسافر او عشان ايا كان السبب. انت قدامك ادوات استثماريه كتير ممكن تعمل منها فلوس، بس مع الوقت انت تاخد وقتك بس. ولو مش عارف هتشتري ايه او اسهم ايه هتشتريها، او ان انت مثلا متلخبط ما بين السهم ده والسهم ده، انت ممكن تريح دماغك وتروح تشتري صندوق اسهم مطابق للشريعه الاسلاميه اللي هو EGX 30، حاجه اسمها CMS، وده تبع CI كابيتال. CI كابيتال كانت نزلت CI 30 وده غير مطابق للشريعه عشان في اسهم بنوك واسهم دخان، انما CMS ده مطابق للشريعة ويتبع مؤشر EGX 33، أحسن 33 شركة في مصر مطابقين للشريعة الإسلامية. ولو أنت حابب تخش في الأسهم فأنا عامل قناة تليجرام مجانية مفيش أي كليب بيت ولا في أي حاجة، قناة تليجرام مجانية أنا عاملها عشان أتحدى العيال بتوع التداول وبتوع الكلام ده كله، فأنا عاملها مجانية 100%، بنزل عليها أسهم، في ناس بتكسب، في ناس لغاية النهاردة عاملين بالتوصيات فوق ال 250% في خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول. فليه ما تجربش؟ خش جرب وشوف، لو ما عجبكش اطلع بره، ولو عجبك اديني بوسه، فالموضوع خلصان. ومش محتاج اقول لك طبعا ان كل التوصيات اللي على قناه التليجرام دي هيبقى منها اخبار توزيع الارباح بتاعت الشركات وتوزيع الارباح لفيديو لوحده وشرح فيه كل حاجه عن توزيع الارباح، وكل الاسهم اللي انا هقولها هتبقى مطابقه للشريعه الاسلاميه، مش محتاج اقول كده طبعا انتوا عارفين. والجمله اللي دايما بقولها قبل ما تسال نفسك لو الارباح دي ترضيك ولا لا، شوف ترضي اللي خلقك ولا لا، شوف هي ترضي ربنا ولا لا، لان صدقني مفيش حد قد ان هو يدفع الفاتوره لوحده لو هو عامل ذنوب الدنيا والاخره، وفي الاخر لو معاه فلوس الجبال الدنيا كلها وقت بس ما تتغطس في جهنم انت هتنسى نعيم الدنيا كله. فاشوفكم على خير الفيديو الجاي، يا رب كلنا نخش الجنه وسلام.